هذه بالضبط السي كمال هي العلمانيه. هي فصل الدين على مناحي الحياه. دابا الدين وما عندهم شي ناس عندهم الدين هو اننا خاصنا نمشيو للجامع ونصليو ونزكيو وكذا وصله الرحيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبوا الحلوى وكانوا يحبوا من الشات الكتائف الى هذا الدين عندهم. ولا الاسلام جاء وهضر معنا في الحكم، الاسلام جاء وهضر معنا في المناحي الاجتماعيه، الاسلام هضر معنا في التفاصيل بين الزوج وزوجته، وهضر معنا بينه وبين الجار، وفصل لي الاسلام انا في ديني علاقتي بالعدو ديالي، وفصل لي الاسلام علاقتي بالدوله ديالي، وفصل لي الاسلام علاقتي بالله عز وجل، وحتى بالبهائم، فصل لي حياتي حتى مع الدواب. فما نجي انا نختار الاسلام فاش نعم ونقول نصلي لانها مهمه، غنقول لهم قراوا القران مهمه، كذلك غنقول للظالم يا ظالم اتق الله، غنقول المسؤولين اعطوا الناس حقوقهم لانكم ستحاسبون، الله عز وجل كيقول وقفوهم انهم مسؤولون، تيقول الله عز وجل في القران ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. انا خاصني نقول الذي علي سواء للناس، ولا دابا حنا نكونوا ظالمين لكن كنهضروا مع الناس، ولا الفقه عصا مسلطه على رقاب الناس، انت علاش ما كتزكي، انت علاش ما كتصلي، انت علاش مشيتي للربا، انت كذا، ودوك الاخرين مرجئه مع الشعب وخوارج مع الشعب، مرجئه مع الحكام ولا مع المسؤولين. هذا شوف الشرع جاء سواسيه الناس كاملين، جاء باش يحكم، باش ينظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم، وبين يعني منظومه فيها عقيده. الاسلام ديالنا فيه عقيده، فيه شرائع، وفيه تزكيه، وفيه اخلاق. هاد الامور ما يمكنش نعزلوها عن بعضها في الاسلام، لان المسلم انسان متكامل. ودابا الى مشينا معاهم حنا وديناها في الجمعه ديالنا، ما عندنا سياسيين، ما هضرنا في السياسه، ما عندنا يد في الاقتصاد، ما عندنا يد في المجتمع المدني، ما عندنا يد في والو، حنا معزولين على العالم كنصليو فقط. واش كتظن انهم يخلونا كنصليو؟ غير شي واحد النهار هما بداو دابا كيقول لك راه الاذان ديالكم كيبرصنا. بزاف د المساجد في المغرب حيدوا الاذان خلاوه، حيدوا الصلاه فاش كيصليو الناس والاقامه، حيدوا قال لك راه كتبرصوا الجيران ديال المسجد. غير يجي واحد النهار يحيدوا الاذان، يقول لك كتخلعوا التوريست، راه كيجيو كيشريو الشفنج وكيشريو المسمن، كيروجوا الاقتصاد، غتخلعوهم لينا، نبيع ديني انا على واحد الاجنبي جاي لبلادي. ولكن الا مشيت لبلادو ما غيبيعش هو بلادو على اجلي انا، كنمشي لبلادو كيفرض عليا القانون ديالو. تعراو تمشي مرتي انا فرنسا دابا مفروض عليها تحيد النقاب، قانون البلاد. تجي قولي انا تقول لي لبسي حجاب، قانون البلاد يقول لك داعشي رابط ديال الحبس. هذا واش كاين شي دليل اكثر من هذا؟ واش كاين شي عبوديه تيقول لك الاسلام العبوديه؟ واش كاين شي عبوديه اكثر من هذه؟ انا بعدا نفضل انني نكون اباع في اسواق النخاسه في ذاك الزمان فاش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خوالكم اطعموا مما طعمتم، حتى كان الصحابي يجوع ابنائه، عنده تمره وحده كيعطيها للعبد ديالو وما كيعطيها لولادو. وانا كنشوف هذا الشيء هذا كنقول اللهم نكون عبد في هذا الزمان هذا اللي فيه العبد عنده قيمه، ولا نكون عبد في هذا الزمان هذا اللي راه عبد. دابا راه عبيد ديالهم، مادام انت ما كتخترع سلاحك، ما كتخترع دواك، ما كتخترع طعامك، كتبقى تابع ليهم. واش ماشي عبوديه هذه؟